السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ مع منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة اللوبيا باللحمة الضاني. خدي بالك معايا في الخطوات. تعالي نشوف الوصفة. معنا هنا نص كيلو لوبيا، طبعا بتنقعيها قبل ما تسلقيها، تنقعها من 4 ل5 ساعات. أنا هنا نقعها قبلها بيوم. لو انتي مستعجلة ممكن تنقعيها بمية سخنة لمدة ساعة أو ساعتين. طبعا خدي بالك أهم حاجة في البقوليات عامة، أي بقوليات لازم تتنقع قبلها بكام ساعة عشان خاطر ما تعملش انتفاخ. هنحطها في الحلة ونحط عليها مية من الحنفية فترة عادي، او ممكن تحطي مية من الكاتل لو سخنة، وهتسيبيها لمدة ساعة او على حسب ما تستوي. اهم حاجة ان انتي ما تخليهاش تتهري، يعني قبل كده ما تستوي كده بشوية تطفي عليها وتشطفيها كويس طبعا وهتحطيها في الصلصة. تعالي نشوف الطريقة. اهم حاجة ان انتي تشطفيها كويس زي ما انتي شايفة كده، وتحطيها في الحلة، تحطي عليها المية وهتسيبيها لمدة ساعة على حسب ما هتستوي معاكي. المهم ان انتي متهريهاش، هتستوي وهرجعلكوا تاني. ودي هنا اللوبيا اهي بعد ما عدى عليها ساعة في السلق، شطفتها وسبتها اتشمعت، نشفت منها المية خالص زي ما انتوا شايفين كده، ماسكة نفسها ومش مهرية. يعني تعمليها كده بطرف صباعك هتلاقيها بتتكسر معاكي، مش مهرية، عشان لسه طبعا هتاخد غلوة مع اللحمة والصلصة عشان تبقى ماسكة نفسها. ودي اللحمة انا كنت سلقاها وجاهزة. تعالي نحضر الصلصة بتاعت اللوبيا. دي معايا هنا نص كيلو صلصة، دي انا بعملها في البيت، بصلصلها بشيلها في اكياس على قد الطبخة بتاعتي. لو انتي عايزة الطريقة اكتبيلي في الكومنتات وانا اعملها لك. عشان تعملي صلصة اللوبيا هتحتاجي كيلو طماطم، هتفرميه كويس وهتصفيه من القشر بتاعه. هتحتاجي بصلاية متوسطة تقطعيها كويس صغير، وهتحمريها في معلقتين سمنة. بعد كده هتنزلي عليها الطماطم المتصفية ومعصورة. دي معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كمون عشان خاطر البقوليات ما تعملش انتفاخ وكده، وهتحتاجي معلقة كبيرة ملح على حسب ما انتي تظبطي الملح بتاعك. هنحمر البصلاية وهحط عليها الصلصة تفك مع نفسها كده على نار هادية، وبعد كده هرجع لكم تاني. دي هنا انا حمرت خلاص البصلة، بعد ما اصفرت نزلت عليها بشوية شوربة بتاعت اللحمة، ونزلت عليها الصلصة وسبتها فكت مع نفسها على نار هادية كده. بعد ما غليت خلاص وخدت غلوة كويسة، نزلت عليها باللوبيا، هنقلبها كويس ونحط عليها بقى التوابل، الكمون والملح والفلفل، وهتاخد غلوة برضو. بعد كده انزل عليها اللحمة عشان خاطر طبعا اللحمة انا سلقاها كويس فمش محتاجة ان هي تغلي كتير في الصلصة. هنا بعد ما سبتها 5 دقايق خدت غلوة بالشكل ده، هننزل عليها باللحمة وهسيبها برضو 5 دقايق. تعالي بقى نعمل الرز. هنحتاج معانا هنا معلقتين سمنة كبار ومعلقتين زيت نبات. هنحط السمنة والزيت يسيحوا، بعد كده هننزل عليهم الشعرية. هنا طبعا مقادير الشعرية والرز، لو انتي لسه مبتدئة في ان انتي بتعملي الرز، زي كوباية الشعرية او كوباية الرز بتاخدي عليها كوباية مية، يعني كوباية شعرية قصادها كوباية مية، كوباية رز قصادها برضو كوباية مية، طبعا تكون مغلية او شوربة، يعني شوربة او مية المتوفر عندك. انا طبعا هنا انا ما عنديش شوربة غير شوربة اللحمة، طبعا هتغمق الرز فعملت شوربة عادية، مرقة ماجي عادية ومية مغلية. هنحتاج هنا عود قرفة بيدي طعم وريحة للرز جميلة. بعد ما السمنة والزيت يسيحوا هننزل عليهم بعود القرفة، ولو عندك حبة مستكة بتحطي حبيتين. بعد كده هنزل عليهم بالشعرية هنحمرهم. طبعا الشعرية عشان تاخد معاكي لون كويس هتحطي معلقة صغيرة ملح، بتظبط معاكي اللون ويبقى اللون كله موحد، لون الشعرية كله زي بعضه. زي ما انت شايفة كده اللون كله زي بعضه. اهم حاجة ان انت ايدك ما تتشالش من الشعرية عشان خاطر في لحظة ممكن تلاقيها اتلسعت. وانا حطيت هنا مرقتين ماجي. طبعا الشعرية دي مقدارها كوبايتين شعرية وعليهم 3 كوبايات رز مغسول طبعا كويس ومتصفي كويس من المية. هنا بعد ما الشعرية اخدت لون هننزل هنقلب الرز طبعا كويس اوي مع الشعرية لمدة دقيقة بس كده، يتشمع من السمنة والزيت ويشرب منهم، عشان كل ما بتخلي الرز يتشمع بالسمنة والزيت المادة الدهنية بيطلع معاكي مفلفل وطعمه حلو.
طبعا هنزل هنا بالخمس كوبايات مية مغلية، وكنت حاطة مرقتين الماجي من قبلها. اهم حاجة بس تفركي مرقة الماجي عشان هي مع المية المغلية مش هتفك مع نفسها، هتفركها كده بايديكي او بالشوكة. انا هنا ظبطت الملح بتاعي عشان كان محتاج شوية ملح. هسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده هوطي النار خالص. انتي لو عندك شياطة ممكن تحطيها تحت الحلة. هتغلي وهرجع لكم تاني. وده كده بعد ما الرز عدى 10 دقايق هنبص عليه كده ونشوفه هو كده غلي. هنبدأ بقى ان احنا نوطي النار وهتقلبي، هتجيبي اللي من تحت فوق. ليه؟ عشان خاطر اللي من تحت بياخد سوا اكتر من اللي من فوق، فانتي هتقلبي كويس عشان الرز كله يبقى سوا واحد، ما يبقاش حبة استوت وحبة لسه ما استوتش. هتسيبيه بقى على نار هادية كده يستوي مع نفسه، وبعد كده هتعري الغطا وتقلبيه كويس وتسيبيه يطلع بقى البخار اللي فيه. هنا بقى بعد ما سيبته استوى، بصي بقى مفلفل وجميل ازاي. هسيبه يبرد شوية، هكون عملت الملوخية وهرجع لكم تاني بعد ما اغرف. وبكده نكون خلصنا اللوبيا اهي معاكم باللحمة الضاني والرز اهو المفلفل اللي احنا عملناه، ودي ملوخية انا عملتها كده جنبيهم عشان بصراحة انا على طول كده يعني لو عملت طبيخ لازم اعمل جنبيهم حاجة خضرا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش باللايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.